مش عارفه اقول لك حاجه، مش عارفه. يعني ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صلوا على النبي كده. يا صباح العسل، يسعد صباحكم بكل خير يا رب. بصوا بقى لي كتير ما صورتش. النهارده ان شاء الله هنصور وصفه جديده وحصري محدش عملها قبل كده، او هذا انا ما اعتقد، انا ما شفتش حد عملها قبل كده. اللي ظهر في السوق دلوقتي القلقاس، هو سعره مش قليل، بس يعني هو جاي خلاص بشايره، فلما قدام شوية كده على ما الوصفة تنتشر هيكون سعره حلو جدا. هنقدر نستخدمه في حاجة جديدة لأول مرة. معروف القلقاس يا بيطبخ بالصلصة يا بيطبخ بالسلق والشوربة. تعالي النهاردة نعمله بطريقة مختلفة خالص، يلا بينا. ادي القلقاسية بتاعتي عبارة عن نص كيلو، والنص كيلو ب12 جنيه، بس هيرخص وهيبقى ب5 جنيه ان شاء الله. هنقشرها كويس جدا ومش هغسلها، همسكها اقطعها صوابع زي صوابع البطاطس بالظبط اهو. خلي بالك كل ما كانت الصوابع متظبطه متوسطه مش محمله كل ما اداكي نتيجه حلوه جدا، وعلى حسب لو عايزاها كريسبي وناشفه كده بتقرش رفعي الصوابع. قطعت القلقاسية طرنشات وبدات اقطعها صوابع، يعني ما خدتش وقت معايا لان حجم القلقاسية حجم متوسط اللي هو نص كيلو، فمش هتاخد معاكي وقت. ولما تيجي تجيبي القلقاس عشان تعمليه الوصفة دي اشتري حبايات صغيرة تعرفي تمسكيها بايدك وتصبعيها وتقشريها بكل سهولة. حطيتها في بولة، والخطوة اللي جاية مهمة جدا. ايه هي حنون؟ لما حطينا الصوابع في البولة هنحط عليها اضافة مهمة جدا هتديني اللي انا عايزاه. الاضافة دي احنا شاريين ب5 جنيه لون زعفران بعمله للرز البسمتي. اخدت منه زي ربع معلقة صغيرة كده وحطيتها على القلقاس. انا ما غسلتش القلقاس ولكن نسمته مية بسيطة كده بالاصابع، وحطيت معلقتين كبار نشا. وهنبدأ نقلب القصة دي. طب ليه يا حنون؟ النشا هيخليه كريسبي ومقرمش، واللون ده هيديله لون حلو قوي، هيبقى قريب من البطاطس واحلى من البطاطس كمان. بس الفكرة يا جماعة في الطعم، واستنوني هقول لكم الطعم في الاخر ايه، واقول لكم تجربوه ولا ما تجربوهاش. هنسخن الزيت بتاعنا عادي جدا زي زيت البطاطس بالظبط، ونبدأ ان احنا ننزل بيه في الطاسة بعد ما الزيت يسخن. وخلي بالك انا هنزل واحدة واحدة عشان النشا ممكن يخليه يلزق. طب لو انت عايزة تفضيها كلها مرة واحدة يبقى معاكي الشبكة اللي بتطلعي بيها وتقلبيه تقلبتين كده في اول ما ينزل عشان ما يلتصقش ببعضه ويبقى كتلة واحدة. نزلته اهو البطاطس القلقاس بتاعي كله اهو، وننتظر لما يتظبط. عايزه اوصيكي عليه وهو في الزيت سيبيه على راحته، ما تستعجليش عليه، هياخد وقت اكتر من البطاطس شويه عشان يستوي من جوه، لانه اليافه بتبقى اقوى من الياف البطاطس. فاصبري عليه، مش مجرد ما يديني لون ذهبي حلو كده، لا اصبري شويه كمان. هو اخد حوالي 5 دقايق قليه وكان مستوي وكان حلو جدا. هبدا اجيب الصفايه بتاعتي اللي انا بطلع عليها عشان لو في اي زيت، وعلى فكره طلع ما بيشربش زيت الحمد لله، يعني احسن من البطاطس كمان. البطاطس بتلاقيها مزيته، هو لا طالع ناشف جدا وهتسمعي صوته دلوقتي. هبدأ ان انا احط عليه رشة بهارات بطاطس بتفرق معاه جدا في الطعم، ما عندكيش اعمليها انتي في البيت. طيب هنقلبه زي ما انتي سامعة الصوت كده سامعة، وهنبدأ ان احنا ندوقه. بجد مستحق التجربة. بصي بقى، مش عارفة اقول لك حاجة، مش عارفة. يعني ما شاء الله، اللهم صل على النبي، صلوا على النبي كده. وحتى لو مش نفس طعم البطاطس اللي انت متعوده عليه، بس طعمه حلو قوي قوي. طبعا ظبط طعمه كده التسويه الصح وشويه البهارات. لا يا جماعه، فارق فارق والله. وجديده، دم تقيل، عارفه صح؟ بس بصي ناشف ازاي. مهم. مهم.
كان نفسي اجربه شيبسي. لا حلو يعني رقيق بس مش زي الشيبسي بس حلو. عايزاكي تجربيه، مش لازم تجربي حبايه كامله. وانت بتحمري البطاطس خدي طرنش جربيه، عجبك اعمليه، ما عجبكيش هاتيه وانا هاكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.